بنجدد الترحيب بكل حضراتكم السيدات والساده مشاهدينا في كل مكان في العالم. اهلا بكم مره تانية في الدنيا، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا بالفيديو اللي فات وشفتوا ادي الجمال اللي موجود في مدينه واحده بس وفي مكان واحد بس من الدنيا، مدينه اسوان. عايزين نتكلم دلوقتي عن موضوع مختلف حبتين. طبعا مفيش شك ان احنا نعتبر من اكتر شعوب العالم استخداما للامثال الشعبيه وايمانا بيها والرجوع اليها في كتير من الاحيان. ضيفتنا في الفقره الاولى من حلقتنا النهارده هي اديبه متميزه معنيه جدا بالامثال الشعبيه وايضا بالتحولات في الشخصيه المصريه وكذلك بلغه الشارع وهموم المصريين بشكل عام. ليها العديد من المؤلفات، منها مسلسل بيحمل عنوان نعم ما زلت انسه، كان بطوله الفنانه القديره الهام شاهين، وايضا من مؤلفاتها سعيد صح، بقعة الدم الهاربة، هموم مصرية، لغة الشارع، التحولات في الشخصية المصرية، وأيضا صورة العرب والمسلمين في العالم والشخصية المصرية في الأمثال الشعبية، وده الجزء اللي احنا هنركز معاه. في واحد من أبحاثها هنلاقي إن هي الحقيقة قدمت لنا رصد في منتهى الدقة لكل التحولات في الشخصية المصرية خلال 30 سنة كاملين، تحديدا هم ال 30 سنة الأخيرة من تاريخ مصر المعاصر، ما بين غياب شبه كامل للطبقة الوسطى وأيضا طغيان التفاهة في الكثير من الأحيان. ضيفتنا الأديبة والدكتورة عزة عزت، الكاتبة والباحثة في الشأن المصري. مساء الخير على حضرتك. أخبار حضرتك إيه يا فندم؟ أهلا بك. كله تمام؟ تمام. تالي اللي يركز في حال مصر والمصريين والتحولات اللي حصلت لهم في الفترة الأخيرة يتعب ولا إيه؟ أكيد. تفاصيل كتير قوي. الفترة الأخيرة هو دايما الشخصية القومية لأي أمة يعني بتتغير وفقا لأحداث جسام، تغير قيادة، حروب، ثورات. فأنا رصدت تحول في الشخصية المصرية منذ الانفتاح الاقتصادي. طب احنا عايزين نبتدي مع حضرتك منذ البداية. أنا عايز الثلاث عقود الأخيرة في القرن الماضي. ورصدت إن في كم من التحولات بتصيب الشخصية المصرية، مش بس تغير قشري، يعني تغير جذري في المزاج العام وفي تحول في سمات أساسية في الشخصية المصرية. أنا عايز أبتدي مع حضرتك لو تسمحي لي الموضوع من أوله. هل كان اهتمام حضرتك وشغفك بأن أنت تتبحري أكتر في الشخصية المصرية وتفاصيلها ده ناتج عن دراسة أكاديمية ولا اهتمام شخصي؟ يعني البداية ابتديتي حضرتك في الموضوع ده؟ لا، أنا مش أستاذة تراث ولا أستاذة اجتماع، أنا أستاذة إعلام. بس تمام. دي مزاج شخصي، من زمان بحب الأمثال الشعبية. وفي وقت من الأوقات عشت في دول الخليج فترة طويلة، ولما رجعت حسيت إن الشخصية المصرية ما بقتش هي، مش دول الناس اللي أنا سبتهم سنة 70. اتغيروا، ولقيت ان افضل مدخل لدراسه الشخصيه المصريه هي الامثال الشعبيه التي ما زالت متواتره على السان الناس. تمام. ففيما معناه انك ما دام بتكرر المثل يبقى انت مقتنع بيه وبما يطرحه. ده احنا مش بس بنكرره، ده في ناس عايشه بناء على الامثال الشعبيه، حتى لو كانوا مش كتير بس في ناس كده. في ناس مؤمنه يعني الامثال الشعبيه بتسير لهم حياتهم في كتير من الاحيان. في ناس كتير جدا. وده صح يا فندم ولا مش صح؟ هو اصل المثل الشعبي خلاصه حكمه وفلسفه شعب عبر عصور. تمام. فاحيانا بيصدق، ما فيش ما يمنع ان يكون في بعض الامثال كانت مناسبه للعصر واصبحت غير مناسبه، او بتطرح برضو قيم سلبيه، لكن لو فكرت فيه هتلاقيه في الاخر بيسخر من حاجه سلبيه. طب الى اي درجه احنا نقدر نستفيد من الامثال الشعبيه في ان احنا نفهم اكتر ونتعمق اكتر في تفاصيل الشخصيه المصريه بشكل عام؟ يعني الامثال مفيده للدرجه دي نقدر من خلالها نفهم فعلا ابعاد الشخصيه المصريه وتفردها؟ لان هي يعني فلسفه شعب زي ما بقول لك، وهي فلسفه شعبيه بيطلقها الناس في موقف معين، وطالما في هناك احتياج ليها بتتكرر وتفضل انت في الجيل ده تحتاجها وابنائك هيفضلوا يحتاجوها. طالما هناك احتياج لطرح هذا المثل، يبقى حتى هي بتبقى مقولة في البداية، اللي اطلقها ما قالش انها مثل يعني، بس صارت مثلا. حتى لما ابتديت ارصد التحولات في الشخصية المصرية وابتديت ارصد لغة الشارع اللي هي الاقوال الحديثة بتاعت الشباب دي، فكان في ناس كتير يقول لك لا، الشباب الهايف ده معقولة هيطلع تراث مثلي محترم كده يظل ويبقى عبر العصور؟ ولقيتي ايه حضرتك بقى؟ لا والله ما كانوش شايفين قوي. في امثال لو اقول لك لا في امثال، لان هو بتبقى ايه، مجموعه حاجات بتنغص على هذا الشعب وما اكثر منغصات حقيقي. فبيطلقوا فيها، يعني متأذين من مثلا المحسوبيه والرشوه والفساد والبتاع والمال العام والكلام ده. اما مثلا قالوا ايه، ما يطول ولا ينول الا في البلد مسؤول. ده مقولة مستحدثة. أنا أول مرة أسمعه ده. لا الشباب بيقولوا ده مش من الموروث الجدود بتاع زمان. لا، ده الكلام الجديد بتاع الشارع اللي هو هات من الآخر وكبر دماغك والكلام ده. في جوانب دي جوانب سلبية، لكن لا، لقيت في وسط الكلام السلبي ده
لقيت في كلام يعني كانوا مستائين من ان مصر الرائده بقت تابعه. مم. فلقيت الشباب بيقول لك دوله دلدوله لا مع دوله ولا مع دوله. ولقيت مم. في توقيت معين مثلا في فتره الرئيس مبارك طالع يعمل حديث مع مش عارف راديو اسرائيل وبيقول اصلا أنا الحقيقه لا مع دول ولا مع دول. قلت يا نهار ابيض، يبقى الشباب بقى دول مدركين مم. واقع ما يحدث حتى على المستوى السياسي، رغم ان الفتره اللي قبل الثوره وعندهم كان قدره على الناس اختزاله كمان في صوره اختزال مثل. وفي صوره محكمه، يعني مش مم. حتى مقوله كده زي اللي هو الكلام الروش ده انا طبعا. كنت لسه حتى هسأل حضرتك دلوقتي، هل الاعتماد بيكون كله على موروث الجدود والجدات من الامثال الشعبيه اللي بتنطبق على كتير من الازمنه، ولا في حاجات بقت مستحدثه؟ وحضرتك كده قلت لي ان بقى في لا، حاجات في كمان. مستحدث. هقول لحضرتك حاجه، هو في حوالي يعني باحثين غيري قالوا م. ان في 250 مثل شعبي من ايام الفراعنه م. باقين، اما لفظا او حتى معنى، م. وبنبني عليها. وفي امثال مثلا وفقا للتراخي الزمني كانت طويله قوي واختزلت، يبقى فاضل منها جزئيه فقط. وكان الناس متصورين التراث المثلي ده خلاص وقفنا. انا لما رصدت لغه الشارع والكلام اللي الشباب بيقولوه ده، ومش بس الشباب على فكره، مش حاجه جديده، احنا برضو في الستينيات كان في عندنا يقول لك ماشي مع الموجه، راكب الموجه، وماشي مع الرايجه، وحنجوري، وكل التعبيرات دي ما هي مستحدثه نسبيا يعني آه. في الستينيات في عمر شعبنا ولا حاجه. وكنا متصورين ان احنا بس اللي عندنا هذه القدره، وان الشباب ده ما بس عندوش. اكيد في امثله كمان اقدم من كده بكتير، يعني اكيد في امثال شعبيه معينه تنطبق فعلا على كل زمن وكل عصر، لان تفاصيل العصر حتى لو يعني الفترات الزمنيه اتغيرت، لكن الاصل موجود، ان في الخير وفي الشر وفي الطيب وفي الفهلاوي وفي الحلنجي، يعني في الشخوص اللي اتعملت عليها امثال في فترات زمنيه سابقه ولسه تنطبق على ما ايامنا هي دي. الامثال بتنطلق ليه؟ اه. اما موقف استفزازي جدا فتلاقي روحك عاجز امامه فتقول تعبير، اه. ومن كتر ما الموقف ده بيتكرر بتحتاج له. اه. او شخص سلوكه يعني يتناقض مع قيم او حاجه، فبتضطر تقول حد اطلق مثل، ممكن يكون شخص بسيط خالص، فلاح او اي حد مش متعلم، لكن صارت مثلا. وعلى فكرة الأمثال زي كل ربع قرن كده بتتجدد وفيها قدر من الحيوية. في أمثال بتتنسي خالص لأنها ملهاش علاقة بالواقع اللي احنا عايشينه اللي احنا دلوقتي. فيه، أو فيها مفردات صعبة. لو أبوك سنجق مش عارف كنت عملت إيه، حاجات من هذا القبيل، خلاص مفيش سنجق ولا الكلام ده ما بيتقالش. يعني ايه سنجق بالمناسبه طالما حضرتك هي ذكرت؟ مهنة مهنة عسكرية، يعني في رتبه رتبة عسكريه. عسكرية. اه. مثلا في أمثال يقول لك إيه، يعني أنت جاي من قولة، دي أكيد مم. جت بعد عصر محمد علي اللي مم. هو كان من قولة، وبقى عصر الحكام. فانت اه. لما اقول لك تسفيها كده يعني انت يعني جاي انت من قولة، يعني هو قديم، انت يعني يعني قديم. لا هو انت يعني من سلالة يعني اه. الحكام. اوكي. مثلا اقول لك سعد باشا قال ما فيش فايدة، دي طبعا جت بعد ثورة 19 اكيد. او بعد وفاة الزعيم، سعد زغلول. او لما سعد زغلول. او ما يجي يقول لك مثلا ايه، ده يوعى على فحت البحر، او دي مرضعة قلاوون، دي معناها برضو انها مرتبطة، او هي مرضعة قلاوون بتتقال لغايه دلوقتي مرضعة الحقيقه، قلاوون بسمعها بتقال احيانا فيما يعني. معناه طب. انها ست عجوزة قوي. مم. لا بس تبقى جت بعد بقى عصر قلاوون بكتير. بطبيعه الحال. فنشأت هذه اه. المقولة. او يقع على فحت البحر يعني ايه، فحت القناة يعني. اوكي. فكل مرحلة بتفرز طب كلام يتسق مع مشاكل المرحلة. احنا معانا مكالمه تليفونيه من فنانه جميله ومعنيه جدا بالشأن المصري، وان كان تركيزها منصب اكتر على الناحيه السياسيه، لكن برضو ايه تحضرنا في اللي احنا بنقوله فعلا. وصل شكرا بالفعل. شكرا شكرا لحضرتك. مع شكرا. السلامة. عودة بقى للأمثال الشعبية، وكنت عايز أسأل حضرتك على الأجيال الأجدد. بتهيألي مش لا بيسمعوا كتير للأمثال الشعبية زي ما الأجيال اللي قبل كده كانوا بيسمعوا لأبهاتهم وجدودهم، ولا بيتعاملوا بمنطق الأمثال الشعبية، ولا مدركين آه، عمق أهميتها إنجاز التعبير. مش كده برضو ولا إيه؟ اجمالا هم مش ميالين قوي لانهم يتمسكوا بالقديم قد ما هم خالقين لنفسهم لغتهم الخاصه اللي انا سميتها لغة الشارع. لغه الشارع او الالفاظ المستحدثه، العبارات المستحدثه. لكن في بعضها ماخوذ عن الامثال القديمه. في